اهلا بكم في قناة ويكيبيديا المشاهير، موسوعة اخبار النجوم والمشاهير، وفيديو جديد. صدرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق محركات بحث جوجل خلال الساعات اللي فاتت بعد تصريحاتها الكتير اللي قالتها في احد البرامج، منها تصريحات عن علاقتها بالرجال اللي قابلتهم خلال حياتها، وكشفت كمان حقيقة زواجها من كابتن منتخب مصر وحارس مرمى النادي الاهلي السابق عصام الحضري، وده ردا على كلام من الاعلاميه لميس الحديدي. هنعرف تفاصيل كتير خلال الفيديو، بس يا ريت قبل البدايه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس للكل عشان تقدروا تتابعوا كل جديد اخبارنا وفيديوهاتنا، ويا ريت كمان تدعمونا بلايك للفيديو. ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في الكومنتات عشان نفضل دايما على تواصل. غدا اتسالت سؤال من الاعلاميه المصريه لميس الحديدي خلال حلقة من برنامجها، قالت لها هل تحتاجين الراجل يبقى سند ليكي ولا انت سند لنفسك؟ فقالت طول عمري سند لنفسي، ورغم تعدد الرجال في حياتي ما بتسندش على حد منهم. كل اختياراتي في الرجالة كانت غلط، عمري ما اخترت راجل صح فيما عدا والد روتانا، اما بقية الاختيارات فهي لم تكن صحيحة. بعض منها منحني ماديات، اداني فلوس، والبعض الاخر حفلات زي منظمين الحفلات، والاخرين حب وحاجات كتيرة جدا، إلى إني لم أعتمد عليهم بشكل كامل. طبعا تصريحات غادة عبد الرازق لاقت تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا، وبدأ الناس يسألوا مين هم ال 12 راجل اللي تزوجتهم غادة عبد الرازق. الزوج الأول كان رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، وده وهي عندها 17 سنة، استمرت معاه 7 سنين وخلفت منه البنت الوحيدة روتانا. بعد كده انفصلت عنه بسبب الخلافات. بعد كده تزوجت من رجل أعمال بورسعيدي ولم يستمر الزواج طويلا. بعدها اتجوزت من محامي اسمه حلمي سرحان في 2001، وفي 2001 برضو انفصلوا بعد اقل من عام على الزواج. بعد كده اتجوزت المنتج وليد التبعي، انتج لها خلال الفتره فتره زواجهم في 2009 او قبل 2009 فيلمين 90 دقيقه وازمه شرف. بعد كده اتجوزت الاعلامي محمد فوده، وقالت ان قصه حب كبيره كانت بتجمعهم لكنها انفصلت عنه بسبب الخيانه دون توضيح اسباب تانية. في 2017 اتجوزت محمد او انفصلت محمد سعيد منتج مصري. بعدها في نفس السنه اتجوزت من رجل اعمال مصري ورفضت الكشف عن هويته، ومن 4 سنوات تقريبا كشفت غادة عن عدد أزواجها وقالت إن هم 10 أو 11. بعدها تزوجت من الزوج ال 12 مدير التصوير المصري هشام زنيتة، تزوجته وانفصلوا في 2 يوليو اللي فات. غادة كمان كشفت كتير من أسرارها وحياتها الشخصية والمهنية، علاقتها بوالدها وتفكيرها في اعتزال الفن، وقالت إن والدها توفى وهي عمرها 17 سنة أو أقل، وده كان سبب زواجها وهي صغيرة. قالت حالتي المادية بعد وفاة بابا كانت صعبة جدا، وده برضو من الأسباب اللي خلتها اتزوجت من والد روتانا. بتقول اتجوزت من بعد والد روتانا من رجالة كتيرة أكبر مني في السن، وده علشان أعوض رحيل والدي وحنيته في صغري، وكنت بحاول دايما فيهم أدور على بابا تاني، عشان كده دايما بتجوز رجالة أكبر مني في السن. غدا اتكلمت عن حاجات كتير جدا خلال الحلقة، واتكلمت كمان عن موضوع المساكنة، واتسألت إذا كان ممكن إحدى حفيداتها بتاخد قرار المساكنة قبل الزواج، وعن هل هتقبل هي الأمر ده ولا هتواجهه بالرفض ولا هتعمل إيه. علقت وقالت أنا مش هستنى توصل، وأكيد مش هصبر لحد ما الموضوع يوصل لأنها تبقى بين اتخاذ قرار زي دوت، لأن بكل تأكيد من دلوقتي بقول لهم من وهم صغيرين متربيين وعارفين إن ده حلال وده حرام وده ينفع وده ما ينفعش، فهي عمرها ما هتوصل لكده. كلمت كمان غادة عن الزواج من ديانة أخرى ورأيها في الزواج المدني. قالت أنا مسلمة من عائلة مسلمة والحمد لله ربنا يثبتنا على ديننا، لا مانع في الزواج في حال هو قرر تغيير دينه، لأن احنا عندنا لو عايز يتجوز من مسلمة وهو غير مسلم لازم يسلم علشان يتجوزها. وعن تفكيرها في اعتزال الفن قالت فكرت أكتر من مرة وحاليا أصبحت لا أفكر في ذلك. عن أبرز الأدوار السينمائية اللي شعرت بالندم لتقديمها، قالت ندمت على تقديم فيلم كارما لاني ما حبيتش الفيلم ده، لكن فيلم مثلا حين ميسرة او بون سواريه كنت بحبهم ومفيش معايا مشكلة عندي معاهم. ده كان الفيديو اللي معانا، مستني رايكم في الكومنتات. استنوني في فيديو جديد ان كان في العمر بقية، واخر كلامي سلام عليكم.